مشروبات لذيذة قوي ووجبات خفيفة سناكس ما بين الفطار لغاية السحور هتفيدك جدا في زيادة كمية إدرار الحليب. لو انتي أم بترضعي وكمان هتصومي قلقانة ان طفلك كمية اللبن تقل مع الصيام، اعرفي الوجبات دي هتفيدك جدا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ويكونوا اطفالكم واسرتكم في اتم الصحة وكمان في احسن حال. النهاردة ان شاء الله هديكي افكار للعصاير وكمان للوجبات السناكس اللي تقدري تنوعي فيها ما بين وقت الفطار لغاية وقت السحور. لو انتي ام بترضعي وبتحتاري ايه اللي تاكليه وايه تشربيه علشان تزودي اللبن في وقت الصيام، هقولك على افكار جميلة وهتنفعك جدا، هتزودلك كمية الحليب بشكل فظيع. اول حاجه وهقولك على افكار حلوه للعصاير، ولازم تعرفي انت كأم مرضعه لازم تشربي كميه ميه كويسه، من ضمنها ممكن تكون ميه او عصاير او شرب اعشاب. الحاجات دي كلها مفيده جدا، تزودلك كميه الحليب وتديكي كمان طاقه وفيتامينات. هقولك على الافكار الحلوه اللي تفيدك في كميه ادرار اللبن. اول حاجه هو اللبن والتمر. التمر من الفواكه اللي جميله جدا كفيتامينات ومعادن، وحلوة جدا في إدرار الحليب. كمان اللبن من السوائل عامة اللي بتعمل زيادة في إدرار الحليب. كمان هو بروتين حيواني، اللبن بيستمد كمية كويسة من البروتين في الجسم، علشان اللبن يتجدد باستمرار ويستمر إدراره باستمرار بياخد بروتين من الجسم. فانت علشان تمدي الجسم طفلك اللبن لازم تكوني بتاكلي حاجة فيها بروتين كمان سوائل. طيب يبقى انت معاكي كده عصير في الاول حلو جدا هو اللبن بالتمر. طبعا التمر عندك لو ناشف شويه نقعيه في حبه ميه دافيين صغيرين، علشان مش عايزين نفقد السوائل اللي فيها، احنا عايزين نحطها في الخلاط مع اللبن، وتحطي معاها اللبن وتضربيها كده واشربيه عصير تحفه، هيديكي طاقه، هيديكي كمان زياده في ادرار الحليب. تاني عصير وهو مشمش مجفف. على فكرة المشمش المجفف من الفواكه المجففة اللي بتزود جدا من إدرار الحليب، ومن أحلى الفواكه المجففة اللي تزود لك كمية الحليب. طب هتعملي ايه؟ هتنقعيه في مية دافية، في مية سخنة صغيرة، وهتحطي معاه مثلا حبيتين 3 من التمر، هتنقعيهم تسيبيهم شوية لغاية لما يدوبوا، وبعد كده تحطيه في الخلاط مع شوية من اللبن، اضربيهم كويس وبعد كده اشربيه. عصير فريش حلو قوي، مفيد، هيزود لك اللبن بكميه كويسه جدا. كل اللي فيه اصلا بيزود اللبن، اذا كان مشمش او تي او كمان التمر او اللبن. لو انت عايزه تحطي لبن ممكن نحط برتقان حلو جدا، برتقان تكوني عصراه، حطيه مع المشمش مع التمر في الخلاط، اضربيهم التلاتة مع بعض، ما تحطيش سكر، هو التمر هيسكر لك العصير لوحده، حلو جدا كعصير يزود لك كميه اللبن. تالت حاجة سوائل هي الحلبة. الحلبة على فكرة من الأعشاب الممتازة في زيادة اللبن. لو تروحوا عند مثلا واحدة لسه والدة هتلاقيها دايما بيشربوها حلبة. ليه؟ علشان اللبن يزيد معاها وترضع طفلها. طيب انتي بتقلقي من ان الحلبة بتغير ريحة العرق فبتخليها مش لطيفة، خليها نص كمية الحلبة وضيفي النص التاني شمر، يبقى حلبة مع شمر، هتقلل معاكي من ريحة العرق لو بيضايقك، وهتزودلك جدا. وعلى فكرة الشمر بيزود برضو جدا من إدرار الحليب. يبقى الحلبة مع شمر كده كمثلا يعني مشروب كده دافي، اشربيه كده بعد الفطار مثلا بساعة ساعتين، حلو جدا. طيب رابع مشروب معايا هو اللبن والموز. الموز من الفواكه المفيدة جدا بفيتامينات ومعادن للبن لطفلك وكمان لصحتك. كمان اللبن احنا قايلين ان هو كسوائل بتزود جدا من ادرار الحليب. اعمليه بقى عصير كده موز مع لبن في الخلاط واشربيه حلو جدا. طيب خامس عصير معايا بقى هو البرتقال بالجزر. احنا كلنا عاملين تفريزات رمضان، فهتلاقي اغلبية الناس عاملة برتقال في بالجزر وحطاه في الفريزر. ده عصير لو انت مش عاملاه اعمليه، هيفيدك جدا في الرضاعة وكمان ادرار كمية اللبن للطفل. طيب انا بقى عامه بحب احط معاه حاجه تانية، بنجر. يعني الجزر بيتسلق، بحط بنجر وبعد كده بضربه في الخلاط مع عصير البرتقال، حلو جدا. البرتقال فيتامين سي، الجزر فيتامين اي، البنجر حديد. احنا عارفين ان الجسم علشان يمتص الحديد بشكل اسرع لازم تكوني بتاخدي معاها عنصر فيتامين سي. فالميكس العصير ده حلو جدا، فيه حديد وفيتامين سي وفيتامين اي، جسمك هيستفاد منه جدا، وكمان ادرار الحليب. تاني حاجة هي وجبات السناكس. وجبات السناكس هي الوجبات الخفيفة اللي انت تقدري تاخديها اكتر من مرة ما بين وجبة الفطار لغاية وجبة السحور. هقولك على اكتر من فكرة تاخديها تنفعك جدا في كمية ادرار الحليب.
اول حاجه طبق سلطه خضراء. الخضار اللي عندك في البيت متوفر، قطعيه طبعا قطع صغيره وكليه طبق سلطه خضراء، حلو جدا، فيتامينات ومعادن، ادرار الحليب ممتاز. طيب اهم الخضار اللي بيزود كميه الحليب وبتركز على كميه الحليب، هو اول حاجه الخضروات الورقيه الخضراء زي الجرجير، الخس، البروكلي. التلاتة دول ممتازين في كمية إدرار الحليب. عندك كمان الجزر. الأربعة دول تقدري إنك تنوعي منهم أي حاجة في السلطة، حلو جدا. وكمان وجبة حلوة خفيفة كده تاخديها ما بين الفطار والسحور علشان تزودي كمية اللبن. طيب تاني وجبة خفيفة كوجبة سناكس، زبادي بالسمسم والتمر. تكوني انتي مقطعة التمرتين تلاتة مثلا، تلات اربع قطع، قطعيهم كده صغيرة مع معلقة سمسم انتي طحناه مثلا لطفلك، خدي منه معلقة وحطيها على كوباية زبادي. وجبة حلوة جدا، بروتين حيواني اللي في الزبادي، كالسيوم اللي موجود في السمسم، الحديد اللي موجود في التمر، الفيتامينات والمعادن اللي موجودة كوجبة خفيفة، حلوة قوي ليكي ولجسمك، وعامة حلوة قوي لإدرار الحليب. طيب تالت وجبة، وجبة خفيفة وسناكس وجميلة قوي، هي الشوفان مع اللبن والمكسرات. على فكرة الشوفان من العناصر اللي فيها نشويات وفيها قيمة غذائية جدا لإدرار الحليب، عنصر مهم جدا في إدرار الحليب هو الشوفان. فالشوفان تقدري انك تاخدي منه معلقتين تلاتة، تضيفيها عليهم لبن، وتضيفي عليه مثلا مكسرات، فواكه، تكون عندك انتي فواكه في التلاجة مثلا، كيوي، فراولة، موز، قطعيه كده مكعبات وحطيها عليه. وجبة حلوة جدا جدا. رابع وجبة وهو طبق قمر الدين. قمر الدين اللي احنا كلنا بنيجي رمضان كده وننزل نجيب حاجة رمضان، بتجيبي انتي القمر الدين وتبداي ان انتي تعمليه اطباق. على فكرة هو حلو جدا علشان هو بيزود من ادرار الحليب، وكمان وجبة كده حلوة، مغذية وفي نفس الوقت مفيدة ليكي ومفيدة للجنين. تكوني انتي عاملة منه اطباق ليكي وللعيلة، خدي منه طبق او اتنين كليهم على طول، يزود لك ليه كمية اللبن. طيب خامس طبق بقى وحلو جدا، وجبة أساسية، مش أساسية، هو وجبة سناكس بس تحفة في إن يزود لك كمية اللبن، هو طبق الخشاف. احنا في ناس كتير بتحب قوي الخشاف في رمضان وفي ناس لأ، بس عامة انت كأم مرضعة حبيه، حبيه وكليه، حلو قوي. هو ايه بقى طبق الخشاف ده؟ عبارة عن فواكه مجففة، بتكوني انت نقعاها بقى في قمر الدين او في عصير برتقال وكليه. عندك بقى تمر، مشمش، جوز الهند، زبيب، قراصية، اللي عندك اللي انت اشتريتيه حطي منه. حطي بقى، ممكن تضيفي عليه عصير برتقال، حابه تضيفي عليه مثلا قمر الدين تكوني انت نقعاه وعملتيه زي العصير وعايزه تضيفيه عليه، حابه تضيفي اي حاجه عندك انت جايباها من حاجه يميش رمضان، ضيفيها. الفواكه المجففه عامه بتزود كميه اللبن، بس اهمهم طبعا المشمش. فانت لو لسه بتشتري، اشتري حتى لو كميه بسيطه ليكي مشمش كده علشان تزود لك كميه اللبن. يبقى وجبات السناكس قلنا ممكن طبق سلطه خضراء، قلنا ممكن طبق زي علبه زبادي كده بمعلقه سمسم او معلقه مكسرات مطحونه بكام تمرايه. عندك تالت وجبة كانت شوفان على لبن على مكسرات أو فواكه. عندك رابع طبق كان طبق قمر الدين، وخامس طبق كان طبق خشاف. يا رب يكون فيديو جميل ليكم واستفدتوا منه، متنسوش تشتركوا في القناة علشان يجيلكم كل فيديو جديد بينزل. وكمان ان شاء الله الفترة الجاية هيكون في وجبات اسبوعية للأطفال عشان تعرفي افكار كتير وتنوعي لطفلك. اشتركوا في القناة علشان يجيلكم كل فيديو جديد، وتحطوا لي احلى لايك منكم يا احلى مامي. شكرا ليكم وشكرا للمتابعة. باي باي.